المشكلة إن الحمار طلع بتاع بنات، دي المشكلة بجد. أنا فكيت الحمار وركبته وما عرفتش أتحكم فيه، فالحمار طلع يجري. لفيت وبعدت ورجعت أنا تاني من غير ولا حد وعشت بعاني، وفضلت أكلم كل الناس والآخر جيت وياك وحداني. أهلا بيكم في الحلقة السادسة. نورت وشرفت. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على مغامرات إعدادي وشقاوة إعدادي، والحمد لله خلصت امتحانات إعدادي ونجحت، والمفروض أروح أسحب الدوسيه وأخش وأقدم في ثانوي. ولكن في اللحظة دي وأنا بروح أسحب الدوسيه كان ضميري معذبني جدا على كل حاجة عملتها في المدرسين، وكنت ندمان جدا وقلت أنا ضايقت ناس كتير. فلفيت على المدرسين كلهم وقعدت أعتذر واحد واحد وأقول له ما تزعلش مني. الجميل ان هم كلهم قابلوني بكل حب وقالوا لي بالعكس انت كنت دم خفيف واحنا كنا بنضحك ومش عايزين نبين لك. رضيت الكل والكل رضاني وكنت مرتاح، لدرجه المدير نفسه اللي كان مضايقني وكان منعني من حاجه انا بحبها خبطت عليه وقلت له انا جاي اصالحك لو انا مضايقك في اي حاجه ما تزعلش مني، وانا ماشي مش هتشوفني تاني. فقال لي تعرف ان احسن خبر في الدنيا هيحصل انك هتغور من وشي ومش هشوفك تاني. انت اسوأ حاجه انا شفتها في حياتي ومش عايز اشوفك تاني. قلت له لا هتشوفني كتير، هطلع لك من تحت السرير، هطلع لك من الحمام، هطلع لك وانت ماشي وانت بتشرب فنجان قهوه، هطلع لك. ومصلحتك ان انت ما تشوفنيش في الشارع لان هجننك. وسبته وانا كان نفسي اعمل معاه مصالحه لكن هو اللي رفض، فعشان هو رفض فانا وقفت بنفس الطريقه كده وما كانش قدامي حل غير نرد عليه الرد دوت. خلصنا المرحله دي وكان في بيني وبين نفسي عهد ان انا هبطل اعمل شغب. كانت الله يرحمها امي قالت لي بقى اهتم بثانوي وبلاش شقاوه وبلاش كل شويه استدعاء ولي امر ومشاكل زي كده. والاول مره كنت برضيها قلت لها لا حاضر، وانا السنه دي مش هعمل اي حاجه وهلتزم بالثلاث سنين بتوع ثانوي دول وهبقى حد تاني خالص. وده كان بيني وبين نفس العهد اللي كان جوايا. دخلت ثانوي ومن غير ما اذكر اسم المدرسه او حاجه عشان مواقف اللي اذكرها كتير. آه لقيت وحوش، يعني انا كنت بالنسبه لهم داخل لسه طفل يعني في مرحله طب ما تيجوا تشوفوني. ودي صورتي وانا كنت في ثانوي. الوقت ده انا كنت في ثانوي فعلا. انا بصيت على تاريخ الصورة فاكتشفت ان الوقت ده انا كنت في ثانوي. انا عشان اجمع الصور ديت واجيب التواريخ واعرف كل صورة صورتها امتى عملت مجهود غير عادي، لكن ده وانا في ثانوي. ده انا كبرت شوية. مشيت جنب الحيط خالص ماليش دعوه بحد لحد ما حد جه عمل معايا مشكله. وعدت الى الملعب بسرعه، بصراحه كنت لياقتي كانت مستعده ان انا اعمل مشاكل تاني ورحت راجع. والمره دي بقى هرجع بقوه، ولكن كنت هرجع بذكاء. اني مش عايز استدعاء ولي امر يجي لي، مش عايز حد من البيت يجي لي، مش عايز حد يعرف عني حاجه. آه وكان فعلا بخطط تخطيط قوي جدا ان محدش يعرف عني حاجه، لدرجه ان انا وانا نازل من البيت كنت البس لبس قدامهم وفي لبس في الشنطه، فاول ما انزل اروح مغير اللبس ده ولابس اللبس اللي في الشنطه. تسالوني ليه كنت بتعمل كده؟ اقول لكم عشان لو رحت المدرسه واتخانقت اللبس ده هيتقطع، فراح لابس اللبس اللي انا كنت جاي بيه اللي انا ماشي بيه من البيت، فما يبانش ان انا اتخانقت، ما يبانش ان انا عملت مشاكل. وكنت حريص جدا على الموضوع ده. ودي صوره تقريبيه على اللي انا كنت بعمله في السلم. طبعا احنا بنشكر انشراح على الواجب ده. فعلا يعني لازم نشكر انشراح. انا فعلا كنت بعمل كده كل يوم قدامهم بلبس وبغيره. حصلت اي مشكلة انا هرجع باللبس اللي انا كنت نازل بيه من البيت، وهكذا كانت دماغي. كملوا معايا. ده كان دماغي، محدش يعرف عني حاجة، اخش البيت هادي جدا كويس جدا، عايزيني اذاكر اديني بذاكر، عايزيني مش عارف كده. فخلاص بقى ان انا خلاص عرفت بقى ايه والدي عايز ايه، وبدات اركز معاه وادي مريحهم، وبرضه شقي وبعمل اللي انا عايزه. وفي الوقت دوت اتعرفت على صديق الدرب. انا بصراحه هو لغايه دلوقتي صاحبي. اتصلت بيه وقلت له وهقول القصص بتاعتنا، قال لي قول بس ما تقولش اسمي. انا كنت بطلع اسماء على كل الناس اللي موجوده معانا، ف انا كنت مسميه ريشه، فهقول عليه ريشه. وانا حبيت ان انا اجيب صوره لينا احنا الاثنين، وكان بس هو قال لي لا، يعني هو رفض بصراحه. فانا هجيب صوره
تقول لكم احنا الاتنين كنا ايه في المدرسه، وانتوا هتعرفوها لوحدكم، وبعد الصوره اقول لكم. خليكم معايا وشوفوا الصوره دي. كنا عادل امام وسعيد صالح في مدرسه المشاغبين، واللي ما شافش مدرسه المشاغبين فاتوا كتير، دي كانت عايشه جوايا. مين عادل امام مين سعيد صالح فينا الله اعلم، بس احنا الاتنين عادل امام وسعيد صالح. كملوا معايا. بلا منازع احنا الاتنين كنا دول. وعلى فكره انا لما جيت افكر انا اقول الاحداث اللي حصلت بينا ازاي، قلت انتوا ممكن تزهقوا وتقفلوا الفيديو من كميه الشقاوه اللي حصلت، وانا عامل لها فقره طويله في الحلقه دي. ويمكن الحلقه دي تطول بسبب ميلاد وريشه باشا. الحلقه دي ممكن تطول فعلا، تطول بسببهم. فهنخلي دلوقتي ريش على جنب ونتكلم على موقف تاني استاذ صلاح في حياتي. الاولاني كان بتاع عربي، وده برضه بتاع عربي، وده انا حبيته جدا. كان راجل محترم جدا، وراجل متفتح جدا، وراجل عقل جبار يعني. وكان يهزر معانا كبداية شباب واعيين فاهمين، وكان يوجهنا كأب. وكنت احبه واحترمه جدا. وفي مره من المرات دخل وقال انا النهارده نويت ادفع 5 جنيه للي هيتكلم معايا طول الحصه باللغه العربيه الفصحى بدون ما يغلط تماما. وال5 جنيه دي كانت رقم، يعني أنا تقريبا كنت مصروفي في الوقت دوت جنيه ونص. فال5 جنيه دي كانت رقم كبير يعني بالنسبه لي في الوقت دوت، وبالنسبه لنا كلنا كجيل بتاعي. ففعلا الراجل دخل وقعد يتكلم معانا عربي، يتكلم باللغه العربيه الفصحى واحد واحد. وبعدين جه عندي، وبعدين ما خدش ال5 جنيه برضه. جه عندي وراح قعد يكلمني باللغه العربيه الفصحى ويقول لي ما اسمك؟ قلت له ميلاد. قال لي أتستطيع أن تتحدث باللغة العربية الفصحى؟ قلت له نعم أستطيع. قال لي ولماذا تحب اللغة العربية الفصحى؟ فقلت له لأني أحب الشعر. قال لي ولعلك تحفظه؟ قلت له نعم أحفظ الكثير منه. قال لي ومن اللي تحفظ؟ قعدت أقول له احفظ فلان واحفظ فلان. وبعدين راح قايل لي إيه؟ قال لي لعلك تقرض الشعر. تقرض الشعر يعني أنت بتكتبه؟ فقلت له لدي محاولات في قرض الشعر. قال لي اسمعني مما قد كتبت، قول لي بقى اللي أنت كتبته. فقعدت أقول له أبيات من اللي أنا كنت كاتبها، وقلت له حاجه باللغه العربيه الفصحى وقلت له حاجه عاميه. سكت هو، راح بقى متكلم هو بقى بالعاميه المصريه، وراح قايل لي بص يا ابني انا مدرس لغه عربيه، المفروض اقول لك اكتب فصحى، بس انت تقدر تعبر بالعاميه اكتر من الفصحى. وفضلت فتره بين ده وبين ده، لكن كلمته فعلا فضلت في ودني ان لازم اعبر، ان انا اعبر بالعاميه اكتر، لحد فتره طويله بعدين بعد سنين بدات اكتب فعلا بالعاميه. وما خدش 5 جنيه لان في واحد تاني كسبها وما خدهاش برضه. المهم بعد كده كان في واحد بيكتب معايا شعر في الفصل، وكان شاطر، كان شاطر، وانا اشهد له انه كان شاطر جدا. ومن المواقف اللي حصلت، واستاذ صلاح الراجل المحترم ده اتدخل بحكمه جدا بينا. فكان بيكتب شعر، وكان في الوقت دوت الولاد طبعا حبيبه، كل واحد بيحب واحده، وكل واحد ليه قصص، وكل واحد ليه حكايات. فراح كان بيكتب لهم هو الشعر وانا بكتب لهم الشعر. فكان يجي حد يقول انا بحب واحده وعايزك تكتب لي كذا، اكتب له وهو يكتب لهم. بس الفرق بيني وبينه حاجتين: هو كان بياخد فلوس منهم، انا ما كنتش باخد. يجي اي حد يقول لي مش هتاخد، اقول لا لا عيب، احنا اصحاب، احنا اصحاب. ففي الوقت دوت حصل بيني وبين الشخص دوت، جالي وقال لي لا تاخد منهم فلوس زي ما انا باخد وانت بتكتب لهم، لا تبطل تكتب. فقلت له لا انا بمزاجي اكتب، اخد ما اخدش، واللي عندك اعمله، كلمه مني كلمه منه. مسكنا بعض والموضوع اتحل. يعني جه استاذ صلاح بينا وقال ده اسلوب شعراء، يعني بدل ما تكتبوا لبعض يعني تهاجموا بعض بالشعر، تقوموا تهاجموا بعض بالايد. فقال احنا هنعمل صندوق، واي حد فيكم عايز قصيده. شوفوا قد ايه الراجل كان عقليه محترم، ما قالش عيب وايه اللي بتعملوه بنات ايه ومش لا خالص، ما قالش الكلام دوت وما هاجموش. قال هنعمل صندوق، واي واحد فيكم محتاج قصيده من ميلاد او من فلان يروح لاي واحد فيهم، اللي يكتب له يروح يحطه في الصندوق قدامه. والصندوق ده بعد فتره هنفتحه وهنغير، هنعمل ديكورات في الفصل، وهنعمل الصندوق ده للمصاريف بتاعه الفصل، لتزيين الفصل. وده مجهود الشعراء، لان الشعراء بيبنوا في العلم. ده كان راجل قال كلام كتير يعني بصراحه، وكان تصرف حكيم جدا منه. في الوقت دوت طبعا بقى بيظهر اللي انا قلت لازم اسيبه شويه كده عشان اتكلم عليه، صديقي العزيز ريشه.
ريشه كان مشاغب لدرجه ان الحيطان بقى، مش انا كنت بقول الحيطان بتشتكي منه، لا ده الحيطان وقعت منه يعني بجد. وبعدين انا لقيته يعني عادل امام لقى سعيد صالح، سعيد صالح لقى عادل امام، ما تعرفش مين فينا عادل امام، ما تعرفش مين فينا سعيد صالح، لكن تعرف ان احنا مش مدرسه المشاغبين، مدارس المشاغبين. انا والشخص ده كنا مدارس مشاغبين. وكان عندنا مدرس نوبي، واللي كنت قاعد في البث معاكم من كام يوم بحكي لكم، كان عندنا مدرس نوبي، وكان الراجل عايزنا ناخد درس عنده باي طريقه. كل شويه يعني ايه يا بابا انت مش ناوي تاخد درس كده، ايه انت يعني خليك وما بناخدش عنده. فكنا مضايقينه ومضايقنا، مضايقينه ومضايقنا. وفي مره من المرات دخل، كنا عمالين نلعب انا وهو ونعمل، فراح مسك ريشه من كتفه، قال لي انت احترم نفسك. قال له اوعى ايدك، اوعى ايدك بدل ما توحشك، لو مسكت ايدي تاني يعني. راح متكلم كده. فبعدين راح ايه، قال له انت تقول لي كده. فرحت قلت له هو مش قال لك لو مسكت ايده تاني توحشك؟ قال انتوا الاثنين اطلعوا بره، انتوا الاثنين مش عارف ايه. وطلعنا بره، وكان يتدخل مدرس عربي يحل لنا اي مشاكل بصراحه. وكان بيحلها الريشه مش عشان شاطر، بس عشان هو بيقول ان هو صاحبي. وكتير قوي حاولوا يفصلوني انا وريشه من بعض، ما قدروش تماما، تماما تماما تماما، بعدونا، عملونا، قالوا مفيش فايده. وفضلنا برضو قاعدين جنب بعض طول فتره ثانوي. جينا بعد كده المدرس ده في مره من المرات اتضرب بنبله. كنت انا قاعد دايما اقعد طول عمري بقعد في تالت تخته، في الصف اليمين، تالت ديسك في الصف اللي على اليمين. فانا كنت قاعد ودايما اخد بالي، لان كنت في يبقى عمود، في حيطه، في اي حاجه اخش على جوه كده، مش انا. فالمهم انا كنت بضحك، يعني اي حاجه بتحصل بضحك، ان انا ما ضحكتش. قعد يعمل لي كده ويعمل لي كده، ما ضحكتش. فقال الصف ده يطلع بره والصف ده يطلع. انا كنت حكيت لكم الموقف ده. الصف ده يطلع بره والصف ده يطلع بره، والصف اللي في الوسط هو اللي عملها. وانا وهو طلعنا بصراحه. وربنا يسامحنا بقى على اللي اتضربوا ده، وانا ندمان فعلا على اللي حصل ده، لان ضميري بيعذبني بعد وقت على الناس دي. آه عدت القصص مع ريشه؟ لا ما عدتش. في مره من المرات دخل وراح، كنا بنتخانق، وراح قايل لي احنا رايحين خناقه مهمه ولازم يكون لنا هيبتنا ومش عارف ايه. وكان بيتخانق مع ناس كتير يعني. قال لي لازم نبان ان احنا صيع، حط السيجاره دي في بقك. قلت له يا عم بشرب سجاير. قال لا عشان يبان ان احنا صيع. قلت له يا عم بشرب. راح مولعها لي وحاططها لي. فرحت حاططها واقف كده، فالدخان دخل في عيني، فشرقت، ويعني دمعت، وقعدت افرك في عينيا وقعدت اكح. فاللي هم جايين يتخانقوا معانا قعدوا يضحكوا. وبعد كده بدل ما كنا نتعادي يعني هنعمل عداوه مع بعض، صار بينا صداقه. وكان في الوقت ده بيجي لي حاجه ان انا اعمل خناقات كتير جدا، وتتحول الخناقات لصداقات. اعمل الخناقه من دول، ونعمل في الوقت ده قعده عرب ونحل المشكله، والموضوع ينتهي ونبدا نكون اصدقاء من جديد، والحكايه تبدا تمشي ولا كأن حاجه حصلت خالص. ومشيت. لا ما مشيتش. في مره اتخانق مع مدرسه كبيره قدامنا، ودي صوره تقريبيه وهقول لكم الموقف. ودي كانت من الخطط بتاعت ريشه. مدرسه كبيره قدامنا، فعمل ايه؟ جاب صندوق بيبسي وحطه في شوال. ركزوا جدا مع اللي انا هحكيه دلوقتي، خليكم معايا. طبعا شايفين شوال وكده اتخانق مع مدرسه كبيره قدامنا، مدرسه بحالها يعني، وخدني معاه، ما انا مش هسيبه. فهنعمل ايه بقى؟ هنقف لقينا ناس كتير قدامنا. راح جايب صندوق بيبسي وحط الازاز فيه في شوال، وبعدين قعد يفرقع في الارض، يفرقع في الارض، يفرقع في الارض. فالعيال اللي قدامنا خافوا من كتر فرقع، طلعوا يجروا. وانتصرنا من غير ما نضرب، من غير ما نكسر اي جندي عندنا، انتصرنا ورجعنا. بس كده؟ لا مش بس كده. في مره من المرات كنت انا وهو دايما نزوغ من على الباب. استحملوني في الشغب اللي بقول ده. كنا ننط من على السور، ومره مدرس بيمسكني من رجلي وانا بنط، رحت مديله بالرجل التانيه وطاير، لان لو هو بيمسكني برجلي رحت ضربه بالرجل التانيه ورحت طاير ناطط برضه. ودي صورة تقريبية وانا بنط من على الباب والمدرس بيمسك رجلي، ورحت ضربه بالرجل التانية وناطط برضه. ودي حاجات ندمت عليها. المشكلة ان بعد ما نطيت حصل موقف تاني وانا ماشي. طب ما تيجوا تسمعوني وانا بحكي احسن. ففي بنت كانت جنبنا مدرسه البنات، ومدرسه البنات ليها واقع تاني معاها هحكي لكم. راحت مصفره. فقعدت ابص كده، فقالت لي انت قالت لي اه انت. قلت لها ايه؟ قالت لي استنى، انا نازله كل ده بالاشاره بس انا فاهم يعني.
انا نازله دلوقتي نمشي سوا انا وانت. قلت ايه المجنون؟ انت مجنونه. فبعدين ريش قال لي يعني انت ضارب الاستاذ ومزوج وناطط وعامل ومش عايز تمشي؟ قلت له لا ده مبدا، وفضل المبدا ده شغال عندي ان دي لا. جينا بعد كده الموضوع يتطور اكتر من كده، يتطور. شقاوة انا بقى ما بقتش تسكت. كان هو يعمل حاجات فيها شقاوه جامده جدا فرديه، وانا اعمل برضو حاجات فيها شقاوه جامده جدا فرديه، ونتقابل في بعض الامور ان احنا اتنين بنتشقى فيها. من الامور اللي انا عملتها لوحدي، كان في واحد بتاع خضار واقف جنب المدرسه، وكان رابط الحمار بتاعه، عربيه كار بحمار، رابط الحمار في عمود كده. فانا رحت فاكك الحمار ورحت راكبه، والراجل طلع يجري ورايا بتاع الخضار، ودي صوره تقريبيه. ودي بقى من الحاجات الرخمه اللي كنت بعملها. الحمار ده شوفوا داخل على مدرسه البنات والراجل هيجري ورايا. كملوا معايا وانتوا تعرفوا ايه اللي حصل. المشكله ان الحمار طلع بتاع بنات، دي المشكله بجد. انا فكيت الحمار وركبته وما عرفتش اتحكم فيه، فالحمار طلع يجري على مدرسه البنات. ده بجد اللي انا بقوله لكم ده، طلع يجري على مدرسه البنات. فانا احاول اوقفه واحاول اخليه يمشي كده، لا راح داخل على مدرسه البنات، والراجل ورايا راح ماسكني انا والحمار وقعد يعمل. قلت له يا عم افهم بس افهم، انا بتاع ده انا بهزر معاك. انا لقيت الحمار يا عيني واقف مربوط ومخنوق، فقلت افسحه شويه. فقال لي معايا، قلت له يا عم اصبر اصبر، طب اعتبرني مأجره منك وخد ربع جنيه اهو على اللفه ديت، انا خدت منك لفه بربع جنيه. راح الراجل انا قلت له خدت منك لفه بربع جنيه، راح ضاحك وقال لي لا خلاص. قلت له يعني انت مش عايز ربع جنيه؟ قال لي لا مش عايزه. قال لي انت زي ولدي، ومشيت. صحيح كنا بنعمل خناقات كتير وبنعمل مشاكل كتير، ولكن كان دايما بالنسبه لي في الوقت دوت انا بعمل خناقات عشان خاطر ما حدش يجي يتخانق معايا، فقبل ما حد يتخانق معايا نتخانق، وانا كنت غلطان في كده. تاني حاجه انا بعمل خناقات عشان عايز اهزر، ودي برضو كنت غلطان فيها، لان ليه كنت اهزر بالخناقات. تالت حاجه كنت بعمل خناقات علشان خاطر اكون موجود، ودي المشكله، لاني لو ما عملتش خناقات مش هكون موجود. الخناقات اللي بعملها عشان اكون موجود بعمل من وراها صداقات، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لي، كميه الصداقات اللي انا عملتها من الخناقات. وزي ما قلت لكم كان في عادات عرب، وكنا احيانا نعمل خناقات علشان خاطر احس ان فلان ده مظلوم وانا لازم اقف له. ومن الخناقات اللي عملتها والموقف اللي تعبني جدا في حياتي، واكتر موقف قاسي بتهيألي انا ما عرفتش اعمل فيه حاجه، احنا في ثانوي، في اعدادي وثانوي بنفصل البنات عن الولاد، يعني البنات بيبقوا في مدرسه والولاد في مدرسه. لكن ممكن يجي مدرس يدي درس، يبقى مدرس بره المدرسه خالص، يعمل كده مجموعه درس، يجمع ولاد وبنات ويديهم كده في مكان درس مشترك. ففعلا كان مجمع في مدرس مجمع بناته وولاده وكان بيديهم درس مشترك، وكان قبل الحصه بياخد الفلوس مقدما. فجه بنت قعد يقول فلوسك فلوسك كلنا بندفع له. فجه البنت، راحت بنت مكلماه كده بصوت واطي وقالت له طب معلش يا استاذه ما جبتش، هجيب لك المره اللي جايه. فلا ما ينفعش يا انسه، احنا فاتحين سبيل يا انسه، اتفضلي يا انسه، ما ينفعش، في ايه يا انسه، ما ينفعش كده، اتفضلي اطلعي بره. فالبنت وهي بقول لها كده دموعها دي راحت نازله مره واحده. فقلت لها استني، قلت له اسمع يا جدع انت، لو هي خرجت بره انا مش هحضر. قال لي اتفضل خد فلوسك وامشي. قلت له لا انا مش هاخد فلوسي وامشي، انا هاخد فلوس الناس دي كلها وكلنا هنمشي ومش هنحضر عندك لو دي مشيت، دي هتحضر قبلنا كلنا. فبعدين لقيت ان كله راح جه بقى يعني زاط معايا كده لا كلنا لو هي مشيت احنا كمان مش هنقعد. فلا طب اتفضلي يا انسه يبقى هات المره اللي جايه، وراح مدخلها. فضلت طول الدرس عيني على البنت دي، يعني مش مركز وبقول ايه الجدع ده، لكن عيني على البنت دي، ودموعها مش ساكته، نازله 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 نازله، وقاعده بكاء بصمت. يعني البكاء اللي الواحد مش قادر، بكاء بصمت، وبكاء يعني زي ما يكون جواه في براكين في زلازل، ولكن الدموع عماله تنزل 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 لدرجه ان انا تعبت. بعد ما خلص الجدع ده رحت رايح لها، قلت لها مالك، اعتبريني زي اخوكي وقولي لي مالك. قالت لي مفيش حاجه. قلت لها بقول لك اعتبريني زي اخوكي وقولي لي مالك. فقالت لي ان والدها متوفي بقاله 3 شهور، ومامتها قالت لها آه، احضري يا بنت الحصه دي المره دي، والمره الجايه هديلك ثمن الدرس، حصتين الدرس، لان تقريبا ماما معهاش فلوس. بس انا خلاص انا مش هاجي تاني. قلت لها شوفي، بصي يا حبيبتي، لو انت ما جيتيش بشرفي وبامانه تامه
الراجل ده مش هيدي درس لحد فينا ومحدش هيحضر معاه، انت هتعاقبيه. ودي صورة تخيلية لموقف البنت في اكتر مرة اعمل صورة واتعب جدا عشان اوصل نفس الشعور. هي الصورة شكلا كانت كده، لكن انا بتهيألي دموع البنت كانت اقوى من كده، لكن المنظر كان كده. هو بيقول لها اتفضلي اطلعي بره يا انسه، فالصورة كانت كده. الصورة كانت كده، المدرس لما كان بيزعق لها وكده. المشكلة ان البنت وانا بكلمها مشيت، سابتني وراحت ماشية، ولغاية النهاردة انا ما شفتهاش تاني ولا قابلتها تاني، ولو شفتها يمكن ما اعرفش شكلها ايه ولا كنت اعرف حتى اسمها ايه، واختفت. فجينا تاني مرة ببص في الدرس ما لقيتهاش، كنا بنخش قبل ما هو بيجي بشوية، فما ببص عليها ما لقيتهاش. فقلت لهم يا جماعة البنت اللي كانت معانا ديت اللي مشيت المرة اللي فاتت وطردها وانا رجعتها، لازم كلنا نبقى في صفها، ده مشي عشان الفلوس. انا مش هاخد عند الراجل ده درس تاني. ولو انتوا عندكم الولاد رجاله ويقفوا مع واحده زي اختهم وما ياخدوش درس عند الراجل ده، هيبقوا دول فعلا رجاله. والبنات دي لو جدعان يقفوا مع بنت زيهم ويعتبروها ان هي اختهم، وممكن هم يتحطوا في موقف زي كده. فلو البنات دي جدعان تعمل كده. انا واثق في الرجاله لكن مش واثق في البنات. فلقيت ان البنات صوتهم كان قبل الشباب، احنا مش هنحضر عنده، مش هناخد عنده تاني. وبدات البنات تقوم، وطبعا الشباب على طول راحت قايمه. وهو داخل احنا خارجين قالوا في ايه في ايه في ايه، قلت له ما حدش هيحضر عندك تاني، مش انت عملت كذا وكذا وكذا، كلمه مني وكلمه منه، مش مهم التفاصيل. خلص الموقف ده. وانا بقول لكم ان في موقف برضه على قد كده كنا بنتخانق من وجهه نظرنا ان احنا بنعمل حاجه. لا، انا حاسس ان في حد محتاج ان انا اكون جنبه دعم في الوقت ده، وده اللي اتولدت عندي بعد كده. وفي مره من المرات من الحاجات برضه اللي تاكد الكلام دوت، كنت انا وريشه مزوغين من المدرسه كعادتنا يعني على طول، نطين من على السور ورايحين نقعد على القهوه. واحنا قاعدين على القهوه، ودي صوره تقريبيه للقهوه يعني قعده القهوه. ركزوا مع الصوره ديت، في واحد قاعد بيزعق لراجل كبير بيبيع مناديل. الشاب اللي قاعد ادى قلب الكرسي وبص في وش الراجل ده تقريبا، يعني كان المنظر كده. كنت انا كنت قاعد بص الناحيه التانيه، ولما لقيته بيزعق له رحت قالب الكرسي ورحت باصص كده. كملوا معايا وانتوا تعرفوا التفاصيل يعني. زي ما قلت لكم اقول لكم قصه القهوه دي. واحنا قاعدين على القهوه جه واحد بتاع مناديل، راجل مسكين كده زي ما شفت في الصوره، بيحاول يعرض مناديل، يعني بيبيع مناديل. فراح واحد قال له يا عم يلا غور بقى، وانت كل يوم تيجي لنا تقرفنا. فانا كنت قاعد على كرسي كده، فرحت لفه كده زي ما شفت في الصوره يعني، رحت لفه كده عليه هو على الراجل ده، وبصيت على الراجل غلبان كده، وبعدين رحت بص الراجل ده، رحت قالب عليه الترابيزه. ودارت من هنا خناقه انا ما اعرفش احنا خرجنا منها ازاي. كتير انا ما كنتش احب اشوف حد بيتظلم، وفضلت الوقت كتير ان الاقي حد ضعيف، حد لجات يمكن وقت قريب قوي، ويمكن لجات دلوقتي انا ما احبش اشوف حد بيتظلم واسكت. ما احبش اشوف حد بيحصل له حاله قهر واسكت، اتعب. يعني انا دايما لما اجي بيبقى من وجهه نظري جاي على القوي، ده مدرس قوي هاجي عليه، ده مش عارف ايه. ولو ان كل اللي انا عملته في حياتي ده كان غلط، المشاغبه اللي انا كنت بعملها، انا بعترف قدامكم ان انا كنت غلطان، لكن الحاجه اللي ما كنتش غلطان فيها لا، ما تجيش جنب حد ضعيف. وبرضه كنت غلطان اني باخدها بالقوه، المفروض كنت اخدها بالحكمه، ما اخليش حد يجي جنب حد. ليه كنت ابقى عنيف وليه ابقى كده؟ لكن انا بصراحه اكتر حاجه كانت بتألمني ان الاقي حد مجروح او تعبان او محتاج وما اقفش جنبه. لكن الشخص اللي يجي يمثل على ان هو مجروح وتعبان، اكتشف اتعب منه هو، اتعب من الشخص ده. فضلت دايما الحكايه دي جوايا. كنت دايما بشوف نفسي ان في يوم من الايام كان فينا حد بيجي عليا زي الشخصيه اللي قلت لكم ان هي كانت قريبتي، اللي كانت بتيجي في اول الحلقات لما قلت لكم متنمره. على فكره بقت اوقفها عند حدها وما بقتش اتكلم عليها، وهقول لكم هيحصل ايه بعد ثانوي. فبقيت احس ان انا في الموقف ده فلازم ارد وارد بقوه. ودي الحاجه اللي انا يمكن انا مبسوط ان هي عندي، لكن زعلان ان انا مش عارف اوجهها صح، او مش عارف اعمل ايه. يعني مش عارف اكون حكيم في الموضوع ده، لان اعصابي ما بتحملهاش وبتطلع على طول. نخلص الموقف دوت والمواقف اللي حصلت ديت، وجينا بقى خلصنا ثانوي. دي محتاجه حلقات وحلقات وحلقات، لكن انا بختصر بقدر الامكان باحداث. جينا للامتحان،
وبعد ما زوجنا، وبعد ما اتخانقنا، وبعد ما نصرنا الغلبان، وبعد ما اتخانقنا مع حد ملوش دعوه باي حاجه، عملنا كل حاجه. جاء يوم الامتحان، ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. وماذا سيحدث في امتحان سنوي؟ يا ترى هننجح ولا نعمل زي عادل امام وسعيد صالح ويقول لا بعد 14 سنه خدمه في ثانوي؟ ايه اللي هيحصل؟ الحلقه الجايه هقول لكم ايه اللي هيحصل. اشكركم على وجودكم، ويا ريت كل اللي شافني اللحظه دي يعمل لايك ويشترك لو مش مشترك، وبشكركم على وجودكم وتشريفكم. اشوفكم على خير.